السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم اللي هي قناة الشريفة سعاد. اليوم ان شاء الله البنات كما تشوفوا نقدم لكم طريقة تحضير البهلة، طريقة سهلة ومبسطة بلا تعقيدات بلا دليك بلا ما تخليها تبات، تصدق معكم من اول تجربة ان شاء الله. نبداو على بركة الله. نحتاج الكاس ديال الزبدة، ذوبوها حيوانية أو نباتية عادي. غنزيدو كاس ديال الزيت، نزيدو قبصة تاع الملح باش نعدلو المذاق، كاس معامرش ديال السكر سنيدة، نص كاس ديال اللوز مطحون بالقشور ديالو من بعد ما حمرناه طبعا، نص كاس ديال الجنجلان حتى هو محمرينه شويه في المقله باش تطلق داك اللوغو ديالو. من بعد نطحنوا العناصر كلها مع بعضياتها. كما تشوفوا هذه هي النتيجه، راه تطحن مزيانه البنات، راه روعه هاد الماكينه الصراحه، فلوسها حلال. من بعد ناخذ الدقيق ديال الفورس، غناخذ تقريبا 2 كيسان اولا كاس ونص ديال الدقيق الفورس، ونحمروه في المقله ومن بعد نغربلوه. كما تشوفوا انا خديت كاس ونص، غنقصوا من داك الدقيق اللي غنزيد تقريبا راه عندي نص كيلو اللي انا حاطه ديال الدقيق، نص كيلو حيدت منه كاس ونص اللي حمرت. هاد الدقيق اللي تيكون محمر البنات راه تيعطي واحد لوغو واعر للحلوى ديال البهله. جربوها ان شاء الله وعاد تشوفوا النتيجه. من بعد غنزيد الدقيق الفورس، تكونوا مغربلينه من قبل اولا كما عملت انا، نتوما خدامين نتوما تتغربلوا. من بعد غنطحن ونعاود نزيد الدقيق حتى نحصل على العجين اللي انا باغا. كما قلت لكم البنات راه نص كيلو ديال الدقيق حيدت منه كاس ونص اللي حمرت، وغنشوف شحال غيخصني ديال الدقيق ونقول لكم في الاخر. زدت 2 خمارات حمرين 14 غرام، يعني كل باكيه فيها 7 غرام. غنزيد الدقيق الفورس وغنعاود نطحن عاوتاني، تنطحن بشوي بشوي باش العناصر كلها تجانس مع بعضياتها، ونحاول البنات نحرك بحال هكا بمعلقه باش كلشي يتخلط. تقريبا البنات احتاجيت في الدقيق نص كيلو قل كاس لاروب. الدقيق راه ما يمكنش نعطيكم العبار مضبوط لان كاين الدقيق اللي تيشرب وكاين الدقيق اللي ما تيشربش. نتوما عينكم ميزانكم حتى توصلوا للنتيجه اللي نتوما باغين. ما تكثروش البنات الدقيق لان الا كثرتوا الدقيق راه تجيكم تتفرتت دغيا تشقق لكم باقي كاع ما درتوه في الفران. ولا حسيتوا بانكم كثرتوا الدقيق زيدوا معلقه تاع الزيت حتى توصلوا للنتيجه المطلوبه. نشوفوا البنات النتيجه دابا من بعد ما طحنا المكونات. تبارك الله، شفتوا البنات النتيجه كيفاش؟ تبارك الله ما شاء الله. انتوا البنات رانا في الاول خدمت بالموس اللي فيه شفره واحده، ومن بعد تفكرت هذا اللي فيه 2 شفرات ساعدني اكثر. من بعد ما زدت الدقيق درت هذا اللي فيه 2 شفرات. روعه البنات. في الاول انا خدمت غير بهذا اللي فيه شفره واحده. كما تشوفوا هذه هي النتيجه. ورغم ذلك البنات غنعاود نزيد نطحنها، خويته في بول اخر وبديت نزيد بشوي بشوي. تقريبا الخليط اللي عندي قسمته على 3. طحنت المره الاولى وحيدته، وعاود طحنت المره الثانيه. هانتوما النتيجه البنات.
هذه باش نعطي نتيجه تكون افضل اكثر. اما الطحين الاول صافي راه عطى نتيجه. حيدت المره الاولى وعاودت عاوتاني زدت المره الثانيه. كي قلت لكم الخليط قسمته على 3 باش يطحن مزيان. صدقوا البنات راه هاد الاله عطاتني واحد النتيجه اللي روعه روعه رائعه يا البنات روعه. راه بحال اللي دلكتو اولا بحال اللي خليتو ليله كامله. النتيجه رائعه. تقريبا ما كايناش حتى نص ساعه ما كايناش والغريبه ديالتي صبحت جاهزه. اللي تيزورني اول مره تنقول لي مرحبا والف مرحبا. ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. واللي معايا دائما تنقول لي مرحبا والف مرحبا. وشكرا بزاف على لي كومونتيرات ديالكم الرائعه وعلى الدعم ديالكم اللي خطيكم عليا. كما شفتوا البنات هاد الماكينه عطاتني نتيجه روعه روعه يا البنات. وكما شفتوا راني خليت معاكم الطريقه كما هي، ما نقصش من الفيديو حتى حاجه، غير سرعته باش ما نعطيكمش الوقت كتير. اما خليت لكم الفيديو كيف ما هو باش تشوفوا النتيجه على عينيكم روعه. غنغطيهمش ناخذ اللاطه ديالي ندهنها بالزيت. انا عملت اللاطه ديال البهله. الا ما عندكمش راه تعملوا اللاطه العاديه راه نفس النتيجه. ومشيت شعلت الفران. نجهد الفران مزيان حتى يسخن مزيان ونرجع نبدا نكور في البهله ديالي. راه ما تحتاجش البنات تخلوها ترتاح لا ربع ساعه لا والو. انا خليتها غير بين ما دهنت اللاطه وبين ما شعلت الفران. من بعد غنبدا نوجد الكويرات ديالي ونبداو البنات دابا نكوروا العجين ديالنا. كما تتشوفوا تنكوروا بهذه الطريقه. عرفتوا كيفاش البنات بحال اللي تتلقموا باش تاكلوا كسكسو بهذيك الطريقه. ومن بعد تضغطوا بايديكم على الكويره اللي عملتو وتعملوها في اللاطه. البنات راه ما تحتاجش تلووها بايديكم بجوج حيت عاد بدات تفرتت. تلووها غير بايد وحده بحال اللي تطلقموا الكسكسو. ومن بعد تديروا تلاقوا ايدكم مع بعضياتكم باش تضغطوا عليها شويه صافي تحطوها في اللاطه. تتبقوا على هاد الطريقه حتى تكملوا العجين ديالكم كامل. ومن بعد تضغطوا شويه بايديكم. انا نوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش. في هاد الوقيته البنات راني شعلت الفران. شعلته على نار مجهده. وملي غنبغي ندخل اللاطه ديالي غنقص الفران نخلي العافيه غير على الوجه ديال البهله حتى تشقق. ملي تشقق عاد نشعل عليها من التحت. وتكون النار مهيله البنات. ما تجهدوش على البوطه باش طيب حتى من الداخل ما تجيكش قاصحه وما تتبغيش طياب بزاف. كما شفتوا البنات عطيتكم جميع النصائح والاسرار اللي تقدروا تحتاجوها في الغريبه تاع البهله. تنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش تعملوا لي لايك. ولا ما كنتوش مشتركين اشتركوا معايا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. خليتكم في رعايه الله وحفظه. والى فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.